اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده بقى معانا كيلو من اللحمه، ومعايا نص من الليه او الدهنه. بدور كده في الفريزر لقيتهم، فقلت ايه اعمل النهارده بقى ايه احلى اكله. معايا دلوقتي 3 بصلات هرستهم كده مع فصين توم مع قرن فلفل احمر، ورحت جايه مصفيه الميه منهم كده. احنا محتاجين الميه، هنخليها كده على جنب. وهنمسك دلوقتي اللحمه والليه نحطهم في الكبه، نفرمهم مع بعض كده، عشان طبعا انتوا شايفين ان الليه بحالها، لا هفرمها كده مع اللحمه عشان ايه كله يختلط كده مع بعضه. وبروح حتى معاهم برضو البصل، وبحط معاهم الثوم، وبحط معاهم اديهم بقى ايه فرمه كده في الكب. فرمتهم كده بروح نازله عليهم بالتوابل الجميله بتاعتي: بابريكا، فلفل اسمر، بهارات كفته ديت بتيجي من عند العطار، معايا زعتر، معايا 7 بهارات، معايا معلقه قرفه. دي كل البهارات اللي احنا هنحطها. وبنحط معلقه بيكنج باودر عشان صابع الكفته ما يقلش معايا، يدنوا زي ما هو عشان ما يكشش، يدنوا منفوش زي ما هو ماشي. ودلوقتي بروح نازله بقى على الخليط ده كله كده، واروح نازله على اللحمه كده، ادني اهري واحط طاقتي كلها فيها، على اساس اطلع من اللحمه انسجه، واقدر ان انا اطلع ايه يعني اصل اعمل الكفته ديت ايه خيوط، او اللحمه ديت اطلع منها خيوط على قد ما اقدر. لو وصلت معايا لغايه هنا يا ريت مش تنسى اللايك الجميل بتاعي. انا طبعا نسيت ان انا احط معلقه البيكنج باودر، حطيت معلقه البيكنج باودر. مستنيه منك كومنت كده وتعليق، وتقولي لي لو اول مره بتشوفي قناتي يا ريت تحطي لي كده احلى اشتراك من عندك واحلى لايك، وتقولي لي ايه رأيك في الكفتة بتاعتنا النهاردة. بصوا الكفتة بتاعتنا والله كانت ريحتها قلب الدنيا. جبت صينية دلوقتي كده، ورحت جايه دهناها، يعني اي ماده دهنيه عندك تحطيها. طب انا مسكت الكفته كده صبعتها، ورحت جايبه يعني بجيب سيخ واروح مصبعه عليه. طبعا لقيت الصينيه معايا صغيره، رحت جايبه صينيتين كده، ورحت حاطه فيهم ايه الكفته، وحطيت كام صباع من البطاطس كده معايا. ورحت ماسكه بقى الميه البصل دي، حطيت عليها معلقه من الصلصه، حطيت بابريكا مدخنه، حطيت معلقه زيت ومعلقه خل، وبروح دهنه بيها وش الايه وش الكفته بتاعي كده كله من فوق كده اهوت. وبكون مولعه بقى الفرن دلوقتي، واروح جايه بروح بقى حطها في الفرن. شوفوا ريحتها ديت كانت قلب الدنيا، والله ريحتها كانت قلب الدنيا، وطعمها كان جامد. جربيها بالطريقه ديت صدقيني طعمها مش هتنسي. دلوقتي طلعت من الفرن، وتعالوا نشوف دلوقتي الكفته بتاعتنا عامله ازاي. والله يا جماعه كان طعم وريحه وشكل وحاجه كده رهيبه رهيبه رهيبه. انا عايزه اقول لكم ان ابني شد ايدي مرتين بس وهو بياكل، على اساس يقول لي تسلم ايدك في اللي انت بتعمليه دوت. طبعا كده حطيت بحط كده الرغيف، بحب ان انا اغمسه بالصوص الجميل دوت. ويا رب يا جماعه يبقى الفيديو بتاعي كده عجبكم، ومستنيه تعليقاتكم وكلامكم الحلو اللي بيشجعني وبيفرحني وبيخليني اكمل واكمل واكمل. باي اكل واي حاجه بنقدر نعمل لعيالنا اللي هم عايزينه.